جلال عامر شاعر وكاتب صحفي مصري مرموق، ولد في محافظة الإسكندرية مع رحيق حرية ثورة يوليو عام 1952. عاش انتصاراتها وانكساراتها. تخرج في الكلية الحربية، وكان أحد ضباط حرب أكتوبر وقائد سرية في الفرقة 18 الذي شارك مع فرقته في تحرير مدينة القنطرة. درس القانون في كلية الحقوق والفلسفة في كلية الآداب. إما أن تختار الاتجاه للثورة والوقوف مع الثورة حقيقة وليس بنسبة 100%. الدنيا مش كده، ما هيش تطابق، وما يقول الثوار ليس أوامر، ولكن الوقوف مع الثورة أو الوقوف ضد الثورة. الأيام القادمة ستكشف ليه. كان أحد أعضاء اللجنة المركزية بحزب التجمع، وعرف باتجاهاته السياسية وانتقاده للوضع السياسي الذي عانت منه مصر في الفترة الأخيرة. دي عايزة بقى فعلا حكومة إنقاذ بمعنى الكلمة، وتكون لها سلطان بمعنى الكلمة. إنما شغل السكرتارية ده وكده هو يعني ينفع. دائما عندنا حد يحكم ولا يسأل، وحد يسأل ولا يحكم. وانت عارف بقى مين اللي دلوقتي يحكم ولا يسأل. أيوه. ومين اللي يسأل ولا يحكم. عندنا طول عمرنا هذا النظام كده اهو، واحد في المقدمة يسأل ولا يحكم، وواحد في الخلف يحكم ولا يسأل. ويصنف عامر كأحد رواد فن كتابة القصة القصيرة، حيث ابتدع مدرسة جديدة في فن الكتابة الساخرة. أولا كتابة كوميدية لازم يكون إنسان كل ما يقترب من الإنسانية يبقى أقدر وكفاءته أعلى، يقترب من الإنسانية، لأن الضحك عمل إنساني. مفيش جماد يضحكنا أبدا، ولا حيوان يضحكنا أبدا، ولا نبات يضحكنا أبدا. الطبيعة ممكن تسمع الحزن، ممكن تغرق، ممكن تعمل زلزال، إنما ما تسمعش الضحك أبدا. لازم الضحك عمل إنساني. له مؤلفاته التي من أبرزها كتاب مصر على كف عفريت، ويقول فيه: بدأت مصر بحفظ الموتى وانتهت بحفظ الأناشيد، ولم يعد أحد في مصر يستحق أن نحمله على أكتافنا إلا أنبوبة البوتاجاز. فهل مصر في يد أمينة أم في إصبع أمريكا أم على كف عفريت؟ فناس كتير بدأت تاخد العزة في الثورة قبل الأوان. خد بالك، الثورة لسه فيها الروح، الثورة فيها الروح. وحكاية العربيات اللي بتتسرق ديت والفوضى والحوادث والسرقة وكده، خلال 10 12 سنة هتبقى 100 100.